يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف خير. معاكم لولو من قناة لولو لايف ستايل. والنهاردة انا جاية اكمل معاكم في سلسلة بيتي جنتي اللي احنا كنا ابتديناها. احنا كنا اول حاجة ابتدينا بيها اللي هي اوضة النوم. آه طبقنا عرفنا ازاي الاول بنعطر الدولاب بتاعنا، وازاي بنطبق البيجامات والهدوم والقمصان. وكمان عرضنا في الفيديو اللي فات الملايات والفوط ممكن نعملهم ازاي. كنت انا وقلت لكم ان الخشب ممكن ننضفه ببليتش باي حاجه، برستيج، اي حاجه من بتاعه الاخشاب. وقلت لكم في حاجه تانية احنا ممكن نعملها في البيت، هي اوفر وفي تنظيفها احسن، ويمكن هي كمان بحس ان هي بتغذي الخشب شويه. آه، وفي تنظيفها تفرق كتير. هي خلطة هنعملها بمنتهى السهولة. دلوقتي مفيش بيت عندنا مفيهوش زيت زيتون، مفيش بيت مفيهوش خل او ليمون. كل اللي انتي بتعمليه بتجيبي خل وبتجيبي خل او ليمون، يعني حاجة من الاتنين، يا اما خل يا اما ليمون، وبتجيبي زيت زيتون وبتخلطيهم. هما دي الوصفة الأساسية، وبتخلطيهم كويس قوي مع بعض. أه بس بتبقى طبعا نسبة الزيت أقل شوية كتير من نسبة الخل أو الليمون. يعني مثلا لو قلنا ان انتي هتحطي نص كوباية خل، هتحطي عليها معلقة او معلقتين زيت كبار. وبرده لو هي هتبقى نص ليمون، برضه هتبقى نفس الموضوع. لو هتحطي نص كوبايه ليمون هتحطي برضه نفس الكلام هو. بس انا يعني ما حبيتهاش في الليمون، حسيت ان لا، الليمون يعني كان ليه ريحه، لكن الخل ليه ريحه بتبقى باينه شويه، بس بتطير بسرعه. وانا قدرت في اخر مره قدرت ان انا اتغلب على حته الريحه دي، بان انا بشتري من عند اي حد بتاع برفانات او اي عطار اي زيت عطري بقى انتي حابه ريحته. يعني انا مثلا بحب ريحه اللافندر جدا، بتهدي لي اعصابي وبتبقى ريحتها حلوه. في عندك برضو ريحه النعناع حلوه. بتعملي ايه؟ بتجيبيه برضو، بتحطي منه كام نقطه. ريحته هي اللي بتبقى طاغيه في الموضوع كله، مش بتبقى لا ريحه الخل ولا اي حاجه خالص. بتجيبي بخاخه وبتحطيهم زي كده بالظبط، وهي دي اصلا الخلطه اللي انا عاملاها. بس طبعا هي استهلكت، بس انتي لما هتخلطيها دايما لازم مع كل استخدام ترجيها كويس قوي، لان الزيت بيفصل عن الخل، وبتلاقي الزيت عبارة عن بقع كده فوق الخل. بتجيبيها وبتحطيها في بخاخ زي ده، وبتستخدميها يعني بجد بتقعد معاكي فترة طويلة. منها بتعطري ومنها بتنضفي الخشب وبيديله لمعة حلوة قوي. وممكن مثلا لو انت هتعملي يوم بعد يوم، مجرد ان انت بتمشي فوطة بس ناشفة على الحاجة، بتزحلق التراب من عليها. اوفر من اوفر بكتير من انت تجيبي المنظفات او الملمعات بتاعة الخشب، وامن على الخشب ما فيهوش اي حاجة. وده كانت الحاجات اللي انا بنضف بيها الخشب بتاع الاوضه. كده انا يعتبر خلصت معاكم الاوضه كلها. مفيش اي حاجه. برضو هقول لكم على معلومه، ان الحيطان لو متوسخه او متبقعه وفيها بقع بسيطه، بتجيبي ميه وفيها خل وفيها حبه اي مسحوق جل. يعني اهم حاجه ان هو يبقى جل. ولو مفيش جل طبعا استخدمي اي مسحوق عادي، مفيش مشكله. انا بجيب بيرسيل جل وبجيب خل وبجيب بس ما بحطش اللي هي البرسيل او الماده اللي هتنضف دي، ما بتبقاش كتيره. وميه وخل بحطهم على بعض وفي اي طبق. وبلبس دايما بتبقى اسهل لي يعني في الحيطان شراب في ايدي، اي شراب قديم عندك تلبسيه في ايدك وتنضفي بيه الحتت اللي مبقعه في الحيطان. اولا بتتشال بسرعه وبتبقى تحفه، بتنشفيها وراها بفوطه عاديه. اي بقى دهان انت دهناه، بلاستيك، زيت، واتيفر ايه هو، لا هتفرق معاكي بجد كتير. هتبقى اسرع، هتخلصي بشكل احسن. وكده كانت تقريبا كده كل حاجه خلاص في الاوضه نطفت، مفيش اي حاجه. يمكن الحاجه الوحيده اللي انا لسه هوريها لكم ان شاء الله في فيديو جاي، ان احنا ازاي نغسل السجاد. في الفيديو الجاي ان شاء الله استنوني، هنغسل السجاده سوا وهوريكم شكلها. يعني شكلها بعد ما نطفت وقبل ما وهي متوسخه. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم وما كنتش طولت عليكم. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا لايك. ويا رب تكون فيديوهاتي بفيدكم على قد ما بقدر فيها، يا رب ان شاء الله.
واشوفكم في فيديو جاي.